لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1105 لواني كاين تفسير القرآن في رزبين وخزمتان بمن بس رزامن دي رب العالمين وهي دارم إوي آزي السودي لي والبقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. برخوش نساو كلها وانا رابج كميك لخزمتوات بيروزة دابوين كلاات بيشتريش رب العالمين باس لإيمان داران دكا وانك وإيماني هنا وكدوي تساق دكا بسبب إيمانك الله تعالى لدنياش هدايتيان دا لبو صراط المستقيم ولناو صراط المستقيم لقيامتش هدايتيان دا برو بهشتبان وبرين كلوين داري حاليان كوا لوين داري دعاء دكانو لوين داري ببردوامي ذكري خواهي قولك وكو يكيك لخوشكاين باش نق وكو تكليفك وكو باس ما كروت هو لحديثك بيغمبر صلى الله عليه وسلم كأما جمع فكر كيما مسلم راتي ذكر ديا كبيغمبر صلى الله عليه وسلم وكو إلهامك خواهي قول بيان باش نق وكو تكليفك بلكو خوشي وان لو ذكري داهر وكو إنسان خوشي لو يداكوا نفذ دا ببيه وكوا تكليف وربقري ببيه كتكليفك بي لسري. ابن عاشور ضلي في عدد أحوالهم أنها تدل كاتك كخواي قول سبحانه وتعالى باز لحالي أوان دكا تدل على أن ما هم فيه من النعيم هو غايات الراغبين كواتا أو خوشي كأوان تيدانا براستي أو بري داوا كراوي أو كساني كداواي بهجدكا بحيث إن أرادوا أن ينعموا بمقام دعاء ربهم كاتك وبيستيان شادمان بن بو مقامي كواد مقامي دعاء پروردگاريان دعاء كنا پروردگاريان او مقامي كوهو مقام القربي كمقامي دعاء مقامي نزيق بونوي الله تعالى كاتك بيان وشاد منه بو مقامه لم يجدوا انفسهم مشتاقين لشيء يسالونه كاتك بيان نزيق بنو لپروردگار بدعايك وبارانويك كدعاء وبارانو نزيق دكاتو لرب العالمين كاتك ديانوي شاد بنوا بوي كوان بنزيق بونوان لله تعالى بدعاء كردن طل لو حالتين لم يجدوا انفسهم مشتاقين لشيء يسالونه ديانو دعاء بكن او بو دعاء نزيق ترد بنو لله تعالى لو حالتين دعاء بكن سدعايق بكن لو حالتي لم يجدوا انفسهم مشتاقين لشيء يسالون تمشات كان هموش تيشان هي دعاء سدكن يعني دعواي سدكن الاخوي قوله لو لمقابله فاعتاضوا عن السؤال بالثناء على ربهم لو حالتي بيان خوش نزيق بنو بدعاء كردن بلا مشتيك ني دعواي بكن هموش تيشان هي لو لمقابل داتين سدكن ثناي خوي قوله ذكر سبحانه وتعالى فألهموا الى التزام التسبيح يتر رب العالمين بيان اقاداره كان دي نزيق بنو بدعاء تشتيشني دعواي بكن خوي قوله الهام يعني بيدكا كوا دعاء كتمريتي بلا تسبيح كردن لأنه أدل لفظ على التمجيد والتنزيه لبرو التسبيح كردن خواهي قول سبحانك اللهم براستي بهشترين بلغيه لسروي كوا أو بنده زور تنزيهي پروردگاري دكا زور بقوري دزاني زور للاي أو قورت للاي كوا كم كرتيش هبي فهو جامع للعبارة عن الكمالات كواتا فعلا زور جواني هنا اوان دانو نزيق بنو لپروردگارن بدعاء كردن پاشان فكر دكانو هیچ تيك ني داوا بكن لخواي گوت كو مش تيشان هي لو خواي گوله سبحانه وتعالى الهام ذكا كوال زيات دعاء كان تسبيحات بكن بوي زياتر خوشي نزيق بونان لخواي گور بدزينن وتحيتهم فيها سلام أي وتحية المؤمنين في الجنة
كواتە تەحیە و سڵاوکردنی ئیمانداران لە بەهەشتیە دعاء بعضهم لبعض بالسلامة من كل سوء واتە کاتێکەوە دەگەنە یەکتری بەو شێوەیە سڵاو لە یەکتری دەکەن بەچی بە سەلام کەوا مانای سەلامش چییە؟ السلامة من كل سوء يا ربي دوور بی لە هەموو دەردوو بەڵایەک. واحدی دەڵێ وتحيتهم فيها سلام يحيي بعضهم بعضا بالسلام کەواتە هەندێکیان لەگەڵ هەندێکیان کە سەلام لە یەکتر دەکەن بە سەلامکردنە. وتحية الملائكة إياهم وهو كاتك ملائكتيش سلاميان لديك سلاميان لديك وتحية الله لهم سلام والله تعالى كسلاميان لديك هربا السلام عليكم كبراستي تحية وصلاة أهلي بهشتا تحية وصلاة أهلي بهشتا كزور زور جنك إنسان لدنياش دائما لكاتك دقاتك سيشتر پێویستە سەلامی لێ بکاتن کەوا بانای ئەوەیە دوور بی لە هەموو دەردوو بەڵا سەلامەت بی لە هەموو ئافەت و ناخۆشیەک لە بەهەشتێش هەر بەو شێوەیە سەلام لە یەکتری دەکەن مەلائکەت سەلامیان لێ دەکا وەروە الله تعالى سەلامیان لێ دەکا. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أي دعاؤهم دعواهم في أي دعاؤهم وقولهم وكلامهم كوات دعاء قول كلام أوان بريتيا لذا فالدعوة تطلق على الادعاء والدعاء والقول كذلك كوات دعاء باب الدعاء لأصل خوي بادعاج ده بدعاج ده لردا طبعا بمعنى دعاء ده وخاتمة دعائهم أن يقولوا كوات كاتك دعاء دكان بريتيا سبحانك اللهم والسلام ليكتري دكان السلام عليكم وخاتمة كوتاي دعاء كان شيئا سدلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كوات أي جميع المحامد مستحقة لله تعالى رب العالمين همو شێوازەکانی حەمد و سەنا لائق بە ئەو پەروەردگاری کە پەروەردگاری جیهانیانە فهو وحده الموصوف بالكمال هەر ئەو زاتەیە کە وەصف دەکرێت بە هەموو صفاتی کەمال مع محبته وتعظيمه عز وجل كواتا حمد سنا كردن لبو الله تعالى بريتيا لبا عظيم زانيني وهروها دربريني أو فري محبته بقور زانين لبو أوزاتا. ابن كثير دلي لحديث هاتي إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس كواتا عيني وكباس ما كده حتى كإمام مسلم دفرمي أهلي بهاجد هر وكو نفسيان بيدا بخشري عين بهماشي والتحميد والتسبيح خواهي قولان بيدا بخشري وكو إلهامك بتكليف لسريان وإنما يكون ذلك كذلك انزا ابن كثير لوي أو شتشيان بيدا بخشري لما يرون من تضاعف نعم الله عليهم لكاتك ذا كذبين أوهم ناز نعمتي الله تعالى بيدا بخشري فتكرر وتعاد وتزاد أوهم ناز نعمتي خواهي يقول لسريان هر بردوام وهر تكرار دبتو هر زياد دكا فليس لها انقضاء ولا أمد لبروي أو خوش يعني باش هل لسريان زياد دكا وتكرار دبتو زياد دكا كوتاي بيناية فلا إله إلا هو ولا رب سواه هيت برساج بحقنا تنها أو هيت بالوردقاريك نية غيري أو يتلبر أوهم ناز نعمتي بيان دبخشري يتلأوان هر حمد سناي الله تعالى ذكن. ابن عاشور معنى آخر دعواهم معنى سيا أنهم يختمون به دعاء كوتا ختم دعاء كان بس دينا كوتا يكيب الحمد لله رب العالمين فهم يكررون سبحانك اللهم كوتا أو أنهر تكرار ذكر سبحانك اللهم سبحانك اللهم. فإذا أرادوا الانتقال إلى حالة أخرى من أحوال النعيم كاتك بيانو برون برو حالة يشكل حالة كان خوشي كاتو يقل حالة هر خوشي كان أهل بهش تاني سبحانك اللهم سبحانك اللهم كاتك بيانو بغازرينو برو حالة يشكل حالة خوشي كان بهش نهوا دعاءهم بجملة الحمد لله رب العالمين. سبحان الله زور زان تصويري كده كواتا يقل نوع هر خوشي كان بهش تاني سبحانك الله سبحانك كاتك بيانو بوازرين وبرو الناس ونعمته شديكا كوتاي أو دعاء بس دينا الحمد لله رب العالمين. خو يقول في من بعطى بخشي لا تفسير القرطبي دفرمي أو آت فيه أن التسبيح والحمد قد يسمى دعاء كوتا وآت بالقيل سروي التسبيح والتحميد خو يقول بدعاش ناو دبردري
وكذلك التهليل وهروها كاتك لا إله إلا الله أيش هل بدعانا ودبرده وكو ابن عباس خواهي يقول خوي باب الغازي بدله في صلى الله عليه وسلم لكاتي كربنا خوشيدا دي فرمو لا إله إلا الله العظيم الحليم كاتو دعاء أقرتي هالتهليل بلام دعاء لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم كاتا دعاء كرب أو كاتك لنا خوشي وتنقانا دابا أو دعاء ذكر لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم كاتا أو ظاهركي ذكرى بلام دعاء لو يدفنوي كأخوي قرباز لدعاء أهل باش ذكا بريتي سبحانك اللهم وهو الحمد لله رب العالمين. وكان السلف يسمونه دعاء الكربي أو دعاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوا لكاتنا خوشي ديكرد سبحان لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى آخره بيواني سلف ومتى ديانجو ناوي لوحة تناب دعاء الكرب أو دعاء ناخوشيا. وسعد كريب وقاص دلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي دعوة ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت دعاء يونس ذي النون كاتكوا لناوزجي حوتكبو دي فرمو لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لن يدعو بها مسلم في شيء إلا استجيب له. سبحان الله ده فرمي أو دعاء يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كأوشيان ذكر تهليل وتوحيد خواهي قوردك في صلى الله عليه وسلم فرمي دي أو دعاء يونس هر كسيك هر مسلمانك لهر حالتك أو دعاء يبكى إلا خواهي قور والله مداتوا بل إذا خالج كي يستحب للداعي أن يقول في آخر دعاء الحمد لله رب العالمين فأتأكسك دعاء ذكا مستحبك وتاي دعاء كان بتسبيني الحمد لله رب العالمين هلوك خواهي قول دربار أهل باج دفن وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. لمجموع فتاوى ابن تيمية رحمة الله هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود أبدا كواتا بلقيت تيدال سرويكوا هر الله تعالى المحمود أبدا بحموش وزكاني حمد سناي دكري المعبود على طول المدى ببردوامه هر أوشاني برستني هيا ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره. دويت مشاهدك الله تعالى حمدي نفسي خويدكا حمدي ذاتي خويدكاتا لبداية خلق مخلوقات لبردوامي خلق مخلوقات وفي ابتداء كتابه وهو لكوت لبداية كتابك الحمد لله خويدك وعند ابتداء تنزيله لبداية نزول آتكان شهر الحمد لله خويدك تفرمي لسورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب حمد السنة بوزاتك كتاب ناردية وهو فرمي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض لسورة الأنعام حمد السنة بوزاتك وخلق أسمان كانوا زي كذا إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها كواتا لبو لزور به حالت كان عين خوي يقول الحمد لله خوي دكاتن كواتا فرمي زور درجة بينادن ويختم الأمور بالحمد وأهل خوي يقول كوتاي بشتكانش ديني هل بحمد سنة وكل سورة الزمر فرمي وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. روج قيامته قضا ودك خوي يقول لنوان بندكاني بحق إنتردا قتري الحمد لله رب العالمين. وات أهل بهشت وأهل جهنم كات قضاء لنواني عن ذكري أنزا خواي قركوتاي بيديني دا قتري شيء دل الحمد لله رب العالمين همو يندلين وأهل بهشت بالتأكيد حمد سنة وأهل جهنميش كدسنا جهنميش حمد سنة ذا كان بري خواي قولا ظلم يعني لنا كذيا. وهل ولا سورة الأنعام فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يترد فرمي لكاتك واسزادة سركساني شي ظالم كدوان دبر حمد سنة لرب العالمين كوا وبسريان ديني. وهل على سورة القصص دفن له الحمد في الأولى والآخرة أو ذات حمد سنة ذكري لسرتا والآخرة وله الحكم حكمي ويا وإليه ترجعون. وهل قرانوش لولاي أو سبحانه وتعالى كواتا
وەکو پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم تەماشاکە لە هەموو حاڵەتێکدا لە خۆشی و ناخۆشی کاتێکەوە خۆش بەسەردا بهات بە الحەمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حەمد و سەنا لە بۆ ئەو زاتێکەوە بە ناز و نعمەتی ئەو هەموو کردەوەشی چاک ئەنجام دەدرێ و دێتە جێ و دێتە بەرهەم کە شتێکی بەسەرات بە کە لەسەر با بڵێن ناخۆش با لەسەر نەفس و دڵ و دەروون دەفرن الحەمد لله على كل حال حەمد و سەنا لە بۆ ئەو زاتە لەسەر هەموو حاڵەتێک لەسەر هەموو حاڵەتێک کەواتە فعلا حەمد و سەنا لە بۆ ذاتی الله تعالى لە دنیا و لە قیامەت و لەسەر هەموو حاڵەتێک لەبەرەوەی فعلا ئەوەی خوا دەیکا بالتأكيد هەر ئەو باشە. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.